اي حاجه في حياتك، يعني لو نفسك مثلا تنجح، او نفسك البيزنس بتاعك ينجح، او تتجوز حد معين، او اي حاجه من الحاجات اللي احنا بندعي بيها كشباب يعني في الفتره الحاليه. فمهم حوار الصدقه دوت، وحاجه يعني يمكن احنا ما بنفتكرهاش يعني. وبرضه من ضمن الاسباب اللي احنا ما بنفتكرهاش ان انت دايما فاكر نفسك ان الفلوس اللي معاك قليله، او انها مش هتعمل حاجه، بحكم ان انت لسه في بدايه حياتك. يعني غالبا ممكن اقصى مبلغ تقدر تتبرع بيه مثلا في فتره معينه 100 جنيه، وتبقى كده عامل نفسك انك متبرع برقم كبير يعني. فلا، اتبرع باللي انت تقدر عليه، حتى لو كانت جنيه ولا 5 جنيه مثلا، اي حاجه انت مستصغرها اتبرع بيها عامه، لان ربنا ما بيبصلهاش كده. والحاجه التانية ان هي في الدنيا بجد مش كده يعني. لان من فتره كنت بسمع لقاء للناس اللي هم المسؤولين عن الاداره بتاعت مؤسسه مجدي يعقوب. فكانوا بيقولوا ان هم 70% تقريبا لو انا فاكر الرقم صح، بس هي كانت نسبه كبيره يعني، من حدود من 70 ل 80% بتكون عن طريق التبرعات، اللي هي الخمسة والعشرة جنيه وحاجات الاس ام اس اللي هم بيعرضوها على التلفزيون يعني. كان بيقول كده. ف... فلو احنا افترضنا مثلا ان المؤسسه وصل لها تبرعات بقيمه 100 مليون جنيه، حوالي 70 مليون منهم عن طريق الناس الحاجات اللي احنا بنستخسر ان احنا نعملها، اللي هي الخمسة والعشرة جنيه والحاجات دي. مش بقول لك اتبرع للمؤسسه بعينها، عادي انت تقدر تتبرع لاي حد يعني. انت ممكن تتبرع لاي حد عارف انه محتاج 5 جنيه منك، 5 جنيه من صاحبك، 5 جنيه هكذا، هتلاقي نفسك جمعت مبلغ كويس يعني. او حتى انك تراكمهم يعني. انت لو حابب مثلا انك كل يوم تتبرع ب5 جنيه، تفضل تحوشهم لغايه لما يوصلوا مبلغ معين وتعمل بيهم حاجه كويسه. والموضوع بقى اسهل دلوقتي في وجود حاجات زي انستا باي والمحافظ الالكترونيه عامه، اللي انت بدوسه زرار حرفيا ممكن تتبرع ومحدش حتى يعرف انت مين يعني. بس الحاجات دي بتفرق، والاهم ان هي بتفرق عند ربنا، لان ربنا عارف ظروفك، وهو اكتر حد مطلع عليها، عارف مثلا ان ده اقصى مبلغ انت ممكن تقدر تتبرع بيه. فهو بالنسبه له ده يعادل شخص ثالث اتبرع مثلا بمليون جنيه، لان نفس الفكره اللي اتبرع بمليون جنيه ده هم مش فارقين معاه. وانت نفس الفكره اللي اتبرعت ب5 جنيه، هم ال5 جنيه مش هم اللي هيأثروا على ميزانيه يومك، لكن هم هيفرقوا عند ربنا يعني. فاعملوا الحاجات دي عادي يعني. دي نصيحه جت في بالي دلوقتي حاليا يعني. وافتكرت على طول الفكره اللي كانوا بيقولوا عليها بتوع مؤسسه مجدي يعقوب، ان التبرعات هي اللي بتفرق معاهم، هي الصغيره اصلا يعني. بس ده كل اللي كنت حابب اوصله النهارده يعني. وممكن تعملوا التبرع ده قبل الفطار يعني، بحكم ان انا مروح من الجيم دلوقتي، باقي على الفطار تقريبا اقل من نص ساعه، فده وقت مناسب انكم تعملوا كده. بس كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم، وشكرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.